اعتادت السيدة حكيمة أن تزور بيت ابن أخيها بين وقت وآخر، وذات يوم وبعد أن قضت نهارها في بيته تهيأت للعودة إلى منزلها، لكن الإمام الحسن العسكري عليه السلام طلب منها البقاء قائلا: ابقي عندنا يا عمتي، ففي هذه الليلة سيولد المولود المبارك الذي سيحيي الله به الأرض بعد موتها. التفتت عمته يمنة ويسرى وتساءلت: من ستلد هذه الليلة يا بني؟ فجاب الإمام عليه السلام: نرجس يا عمه. تعجبت السيدة من كلام ابن أخيها، وأقبلت تدور حول نرجس وتلمس بطنها التي لم يظهر عليها أي من علامات الحمل. تساءلت السيدة مرة أخرى: ولكن لست أرى فيها أي أثر للحمل. أجاب الإمام: هو ما أقول لك يا عمه، الليلة عند الفجر ستظهر عليها علامات الحمل، ولن يطل الصباح إلا ووعد الله قد تحقق، وتلد خليفته الموعود. استلقت السيدة في فراشها بالقرب من نرجس تفكر بكلام ابن أخيها، وما لبثت أن غفت غفوة قصيرة استيقظت بعدها وقامت للصلاة كما اعتادت أن تفعل كل ليلة. كانت تطيل في صلاتها ولم تتنبه إلا ونرجس قد نهضت من فراشها، فتوضأت وقامت للصلاة. كان الفجر يقترب، وبدأت السيدة تفكر فيما قاله لها الإمام، فتساءلت: ها هو الفجر يقترب ونرجس قائمة تصلي ولم يظهر عليها ما يدل على حملها. فأجابها الإمام عليه السلام: لا تشكي بوعد الله يا عمه، ولا تتعجلي. وما أن أنهى كلامه حتى لاحظت السيدة اضطراب نرجس التي مسكت جانبها وأخذت تتوجع، فركضت إليها حضنتها وضمتها إلى صدرها وصاحت وهي ترتجف فزعة: لقد ظهر ما أخبرتني به يا مولاي. قال الإمام من الحجرة المجاورة: اقرأي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر. قادت السيدة نرجس ووضعتها على السرير وجلست أمامها. في تلك اللحظة شعرت السيدة حكيمة بشيء غريب، كأن حجاب قد وضع بينها وبين نرجس فلم تعد تراها. وما أن رفع الحجاب حتى كانت قد ولدت طفلا طاهرا مطهرا، ضمته إلى صدرها وحملته إلى أبيه المتلهف، أخذه وأجلسه على يده اليسرى وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.